صراحة لما يحضر يكون مفيد. رياضية في صفاقس، إعادة ملعب الطيب المهيل. نعود كبيرة، وقبل ضربة البداية دائما موازين القوى. نادرة ديال صفاقس انطلاقة، لكن التغطية كانت ممتازة. كرة للترجي مرعوبة في منطقة الجزاء سان بيترسبورغ، وفريق من لا ليغا الإسبانية. يان ساسي يحاول يسدد، يضرب يان، كرة تعود للترجي من حسام تقا. موسم ساخن جدا يا جماعة في البي 21 والصليف في 30. وهذه كرة خطيرة للترجي، وأسبقية اللعب الحكم هيثم كيران. كرة مرعوبة من جانب محمد بن علي، خطيرة للسياسات. 1-0. أسامة بوقرة الفانتاستيك يسجل، وتفاعل جماهير الترجي الحاضرة بكرة محمد بن علي ملعوبة بلمسة تتجاوز كل الدفاع. أسامة قبل مواجهة اليوم لم يسبق له التسترا، يسجل الهدف الثاني له هذا الموسم. ما عمل طويل، الكرة ملعوبة تعود من الدفاع. كرة في منطقة الجزاء على غرام، التحضير، كرة خطيرة من النادي الرياضي الصفاقسي في الجولات الأخيرة. تونسي في فترة عرف فيها البقلاوة صعوبات كبيرة. أسامة بوقرة يحاول يهرب، يعدي المدرب الجديد للنادي الأفريقي بنسبة كبيرة الجنسية التونسية. كرة للبوقرة، أسامة يحاول يسدد دوري أبطال أفريقيا وكأس رابطة. الكرة للسي اس اس ملعوبة في منطقة الجزاء، عادت من دفاع الترجي. جماهير الترجي خطيرة لنادي بوقرة. الترجي في حالة هجوم. أسامة في 16. كرة من يان ساسي مع الترجي. رودريغو رودريغيز، خطيرة الموسم بألوان الترجي بعمل بركات الحميدي. طارق ثابت، هذا محمد بن علي. كرة ملعوبة خطيرة، يان ساسي. ذكريات مع السي اس اس من 2015، الكاريزما الشخصية. الكرة ملعوبة على القائمة الثاني، شادي الأمامي، شادي موسى بلاكونتي بالخيا، ملعوبة مع زكريا العايب. كرة ملعوبة على لاعب مع خالد الأمامي. بوقرة لنادي ديال الصفاقسي، خطيرة من حازم الحاج حسن، خطيرة فرصة التعادل من محمد بن علي. لمسة رودريغو رودريغيز، تغطية حعوبة من شادي الأمامي. السي اس اس يدهد وقت يعني ضايع. حالة هجوم رودريغو رودريغيز مع السايحي الأخيرة بعد مجهود من رودريغو. كرة في القائمة الأول، شادي الأمامي. مباراة الترجي التونسي والنادي الصفاقسي في الجولة 12 من الدوري التونسي. مباراة قوية وشيقة وكلاسيكو ممتع. تمكن فريق الترجي الرياضي التونسي بتسجيل الهدف الأول مبكرا في الدقيقة 15، وأيضا مباراة حاليا لا زالت مستمرة، وحاليا 1-0 تفوق فريق الترجي على فريق الصفاقسي الضيف مباراة اليوم. ونتمنى الحظ الموفق لفريق الترجي في الشوط الثاني، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا بهذا الملخص، وسوف نقدم لكم ملخص كامل عند انتهاء المباراة.